السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وهنا يا رب العالمين. معانا وصفة اقتصادية حلوة قوي زي ما احنا شايفين كده، هي بتتكلم عن نفسها. هنجيب بطاطستين كده قدامنا، هنقطعهم زي ما احنا شايفين كده، هما اتنين يا دوبك هيقضوا معانا في الوصفة دي. هنقطعهم يعني تقطيعة حلوة عشان تسرع معانا ان هي تتسلق يعني على طول وكده، وما تاخدش معانا وقت على النار وتتسلق سلقة كويسة. تمام. هقطعها زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده هجيب حلة احطها فيها واسلقها على النار، وهحط في الحلة دي مع شوية المية والبطاطس هحط معلقة ملح. تمام كده، معلقة صغيرة يعني. بس كده هجيب دلوقتي عندي صدر فرخة كامل، زي ما احنا شايفين هنقطعه برضو، طبعا نكون غاسلينه كويس ونعينه في ليمون وخل وملح ومغسول يعني. تمام. وبعد كده نقطعه القطع الصغننة دي في زوايد كده، ممكن ما تتاكلش نقطعها ونرميها، ونقطعه زي ما احنا شايفين بنفس الحجم ده الصغير عشان اعرف افرمه في الكبة. ويستحسن لو كمان اصغر مفيش اي مشكلة، هو كده كده اوريدي يعني بالحجم ده او الحجم الاصغر. تمام. هاخده كده قبل ما احطه كمان هشطفه شطفة كمان. بعد كده هنحطه بقى في الكبة بتاعتنا، ونحاول ان احنا نفرمه فرم ناعم علشان الوصفة دي تكافئ البطاطس مع الفرم. يعني البطاطس لما نهرسها مع الفرم بتاع الفراخ يبقوا الاتنين زي بعض ويتجانسوا مع بعض. تمام كده، زي ما احنا شايفين احنا بنفرمها الفرمة يعني تكون تمام كويسة، بحيث ان انا اعرف يعني اعمل واشكل منها براحتي اللي انا عايزاه. زي ما احنا شايفين كده، انا هوريكم القوام الاول، ممكن ده كمان تمام عادي مفيش مشكلة خالص، بس انا حبيت انعمه سنة كمان. بس كده زي ما احنا شايفين. برضو هديله يعني مرتين كمان ولا حاجة، علشان بمجرد ما بصوا اتجمعت معايا تحس انه هي بقت كتلة واحدة كده جوه الكبة. خلاص كده تمام معايا. العجينة او الفراخ بتاعتي انا عايزاها في القوام ده بالقوام ده. تمام كده زي ما احنا شايفين اهو. بس كده هجيب عندي البطاطس، بعد كده هصفيها كويس قوي عشان ما يبقاش فيها سوائل ومد يعني ميه وكده. وبعد كده ههرسها كويس قوي زي ما احنا شايفين بالهراسة، ما عندناش هراسة بأي شوكة بأي حاجة نهرسها بيها، ونحاول ان احنا نتأكد ان هي ناعمة ما فيهاش قطع يعني وكده زي ما احنا شايفين، وبلمها وبتأكد من قوامها. بعد كده هجيب الفراخ بتاعتي المفرومة، هروح حطاها عليها اهو. وبعد كده هجيب بقى الإضافات بتاعتي. اضافاتي هنا بقى هتبقى عبارة عن معلقتين نشا مع معلقتين شوفان مطحون. تمام كده. ومعاها معلقة دقيق على ربع معلقة بيكنج باودر. دي اضافات. تمام. التوابل بقى بتاعتي هتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن ربع معلقة توم باودر، على نص معلقة مليانة كده بصل باودر. تمام. على نص معلقة فلفل اسود، هو ابيض بس احنا لو مش متاح فلفل اسود نظبط الملح بتاعنا حسب التست بتاعكم. وبعد كده معلقة بهارات فراخ هقلبهم كويس قوي. الملح ناخد بالنا منه بس عشان في كذا حاجة هيضاف لها ملح، بحيث ان احنا نظبط ملح يعني العجينة نفسها بتاعتي والخلطة يعني، وبعد كده نظبط الملح بتاع الكفر سواء اللي بره واللي جوه. تمام كده زي ما احنا هنشوف دلوقتي. بعد كده هحط شوية مفروض زيت كده على الوش عشان اعرف العجينة تبقى تريح معايا يعني وتتفرد بسهولة. بس كده هجيب معايا الخلطة بتاعة الفراخ بتاعتي، هحطها في الصينية دي. يعني انا كده ما حطيتهاش كلها كمان، يعني انا كان في جزء كمان يعني ما تحطش، يعني هي بترمي اكتر من اللي احنا هنشوفه دلوقتي. بس هحاول افردها كويس. ناخد بالنا في فرد العجينة بتاعتي سوري الخلطة بتاعتي يعني بتاعت الفراخ،
ناخد بالنا ان احنا مش عايزينها ولا تخينة ولا رفيعة، عايزينها وسط عشان لما تستوي سواها يبقى مظبوط. تمام كده، هحاول افردها كمان، وناخد بالنا ان احنا لازم تكون مستوية، اللي هي يكون ولا فيها حتة عالية ولا حتة واطية، عشان برضو وهي بتتقلي نضمن ان هي اتقلت وبقت مستوية، يعني سوا كامل. تمام، هفردها كده زي ما احنا شايفين، بحاول ان انا اظبطها من جميع الجوانب علشان لما اقطعها تبقى التقطيعة بتاعتها مظبوطة معايا ومستوية سواها مظبوط. بس كده، هاخد بقى الصينية دي هحطها في الفريزر. تمام كده، بس قبل ما احطها في الفريزر بصوا هنقطعها تقطيعة اللي هي تطلع يعني ما نتعبش واحنا بنقطعها. التقطيع عشان تبقى مظبوطة معايا ما تبص. التقطيع دي على حسب ما انتوا عايزين، انا قطعته مسحب وكبير كمان، يعني مش اللي هو الحجم صغير، لا ده الحجم كبير. انتوا ممكن كمان الحجم اللي انا مقطعه انتوا تقطعوا نصه كمان، فيرمي معاكوا كمية تبقى زي الصوابع. تمام كده، زي ما احنا شايفين القوام ده بتاعكو، التقطيع سوري بتاعكو، فاللي انتوا حابينه قطعوه بالشكل اللي انتوا حابينه بيه. بس كده، هحطه بقى في الفريزر شوية لغاية ما يمسك نفسه عشان اعرف اتبله، اعمله في الكفر بتاعه يعني. بس كده، جبنا دلوقتي عندنا كورن فليكس، المفروض نوعين على بعض، ناعم وخشن. تمام، وعندنا في الطبق التاني هنحط كوباية دقيق مع كوباية مية، هنخليهم ان هم هنضربهم كويس عشان ما يبقاش في حاجة عندنا متكتلة. لقينا الدقيق تقيل شوية فهحط عليه كمان مفروض شوية مية كمان زي ما احنا شايفين. بس كده؟ لا مش بس كده، انا دلوقتي خلاص الدنيا مظبوطه معايا. هتبل بقى الحاجه بتاعتي، الكفر اللي جوه واللي بره لازم يتبل نفس التتبيله. هحط برضو توم باودر وبصل باودر، بس ما كترش التوم يا جماعه، بصل باودر وفلفل اسود والملح. نحاول ان احنا نظبط الملح علشان التيست بتاعنا، وكمان علشان طعم الحاجة بتاعتي، الفراخ بتاعتي تبقى مظبوطة معايا، ما تخلينيش اللي هو في حاجة حادقة دلعة. لو دلعة مش هتظبط معاكوا اصلا الطعم، فيبقى طعمها غريب على الولاد فمش هيستطعموه. فاحنا نحاول نقربها طبعا للي بنجيب الحاجة اللي بنجيبها من بره، علشان الولاد طبعا ياكلوها ويحبوها، وكمان هتفرق معاهم ان هم ما يحسوش بفرق كبير ما بين بره وجوه. تمام كده، انا كده طلعتها من الفريزر بعيد عليها تاني. المفروض يعني ممكن تسيبوها يعني ساعتين، لو انتم مستعجلين اللي هي ساعتين 3 ساعات، مش مستعجلين ممكن لتاني يوم، وتطلعوها اللي هي براحتكم، عشان انتوا لما تيجوا تحطوها في الكفر فممكن بتريح منكم وممكن تفك كمان، فبتبقى طرية عشان تعرفوا يعني تمسكوها وتتحكموا فيها. تمام كده، انا دلوقتي بحاول ان انا عدت عليها تاني زي ما احنا شفنا وفكتها من بعضها. بعد كده بحط بقى في الكفر اللي عندي سايل، وبعد كده بحطها في الكورن فليكس بتاعي. تمام زي ما احنا شايفين اهو. بصوا بحاول ان انا اضغط على القطعة نفسها بحيث ان الحاجة تمسك فيها فما تفكش مني. تمام كده، الكفر ده هيساعدنا في ان احنا ما نعملش طبقة تفصل، يعني يبقى فيه طبقة فاصلة وتتقشر، فهتبقى زي الطبقة المتماسكة يعني. بصوا كده زي ما انتم شايفين بحطه، وبعد كده بطلعه احطه في الكورن فليكس بتاعي اللي هو الكفر الخارجي زي ما احنا شايفين كده، وندوس عليه كويس بحيث ان هو يبقى ماسك يعني في القطعة بتاعت الفراخ. عايزين بقى التقطيع ده زي ما قلت لكم الشكل على حسب ما انتوا عايزين. هنعمل الفترات الجايه ان شاء الله اشكال مختلفه وكذا نوع مختلف اصلا من الوصفات دي، هتفرق معاكم جدا زي ما احنا شايفين. ودي مش الكميه كلها كمان، يعني بترمي ما شاء الله معاكم، كمان لو اصغر من كده هتفرق انتوا معاكم كمان في السندوتشات. تعالوا بقى احنا دلوقتي هنقلي، وخدوا بالكم كمان هتفرق معاكم خالص بعيد عن الجبن طبعا والحاجات التانية، يعني احنا تكلفتها كل يوم بتكلفة الحاجة اللي احنا عملناها دي. ممكن تقعد معانا الحاجات دي، الوصفة دي او الاطباق دي يعني لمدة اسبوع زي ما احنا شايفين. بجد طعمها تحفة، مش هتفرق عن اللي بيتباع بره طبعا اللي هو السوقي. تمام كده، زي ما احنا شايفين بصوا القطعة بقطعتها وعاملة ازاي ما شاء الله. بصوا بقى من جوه تحفة،
بجد طعمها حلو قوي، مش هتفرق عن اللي بره خالص. انا خدت الحته دي كده على طول في عيش، اللي هو كنت عايزه اكلها حاف يعني. زي ما احنا شايفين طعمها حلو قوي، والتتبيله مظبوطه جدا. اهم حاجه التوابل دي تظبط عشان تظبط اللقمه او الطعم الحاجه اللي انتوا هتحطوها في بقكم. بجد حلوه قوي قوي، وجربوها وهتدعوا لي والله بجد، وقولوا لي يعني استاهل لايك بقى، وان انا الوصفه لطيفه وحلوه معاكم وهتفرق معاكم ولا لا. ولو عجبتكم ما تنسونيش بقى بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا حلوين.